السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ شايفين الممبار الجميل ده؟ تحفة بجد بجد بجد. عايز 1000 لايك. عايزة تعرفي الطريقة؟ يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم مطبخ ما اقولكش. هنعمل مع بعض النهاردة طريقة عمل الممبار اللي هو اللولي اللي طالعين فيه جديد يعني. فاحنا قلنا نجدد، نشوف الممبار اللولي ده بيعملوه ازاي. تمام. فانا هنا عندي رز مغسول، طبعا على الكميه زي ما انا قلت، على حسب كميه الحاجه اللي عندك. يعني مثلا انا عندي ده كيلو الا ربع ممبار. ماشي. معايا شويه الرز دول 4 كوبايات رز كبار مغسولين. هخليه هنا على جنب علشان نشوف هنعمل مع بعض ايه. معايا هنا خضرة كده منعنعة، اهم حاجة الخضرة دي. معايا شبت، معايا كزبرة، معايا بقدونس، معايا بصلتين كبار، معايا طماطم، ومعايا 4 فصوص توم، وطبعا قرن فلفل حامي كده. المشنة بتاعتنا بقى مليانة من خيرات ربنا. خلاص، هنعمل ايه بقى؟ هنركن معايا طبعا كوبايه زيت ومعجون طماطم، توابلنا بقى واحنا شغالين. هسيب الممبار هنا على جنب، وهتحضري معايا دباره. قبل بقى ما نعك ايدينا كده معايا دي دباره، ومعايا المقص. هقص الدباره دي على قد الايه اللي انا عايزاه علشان اربط بيه الممبار. ماشي تمام كده. اعمل كده كام واحده كده، بحيث ان انا لما اشتغل ايدينا بقى تتعاص وكده، فيكون عندنا ايه، الخيط جاهز كده. خلاص، هنخش بقى على ايه، هنخليهم هنا على جنب، اما نحتاج لهم هنجيبهم. هاجي هنا هجيب معايا الخضرة اقطعها. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ العمل. نظبط الخضرة كده على بعضها. اقص ايه، اقطع عندي ايه الروز كده، اقطعها هنا على جنب. تمام. اخد برضو الفلفل، خلي بالك لا يكون حراق. لو حراق ما تاخديش طبعا الفلفل كله، تاخدي حاجه بسيطه علشان ما يخليش الممبار حراق جدا. احنا بس بنحط حاجه بسيطه تدينا طعم كده للممبار حلو. تمام كده كفايه كده. الخلطه بتاعتنا زي ما انتم شايفين اصبحت جاهزه. هعمل ايه؟ هجيب بقى معايا الملح، واحط ايه شويه الملح كده على جنب كده. انا عايزه شويه الملح على البصل، شويه ملح صغيرين كده على البصل، مع شويه الفلفل والكمون. ادي الكمون. تمام كده. ادعكهم كده بايدي، ادعك البصله كده بايدي. انا عايزه ادبل البصله معايا. ماشي. ادعكها كده بايدي خالص كده. دعكه البصله دي في الملح والفلفل والكمون تدي طعم جدا جدا جميل قوي قوي للممبار. تمام. لازم الدعكه دي لازم تطلع ريحه حلوه بقى، ريحه البصل وعصاره البصل وطعم البصل. خلاص كده. هجيب عندي بقى الايه الرز، وهحط بقى ايه، هنشوف هنعمل ايه. معايا الرز، هحط عليه الصلصه عشان تحمر لي الرز. ماشي. معلقتين كبار صلصه. تمام.
وهحط الزيت، وادي الزيت، وهقلب كده عشان الرز عندي ياخد ايه كل الصلصه مع الرز بالشكل ده. هنزل بقى عندي بالتوابل بتاعتي، احط شويه الكمون، تمام، معلقه حلوه كده، وهحط الملح. طبعا الملح ده على حسب ايه، يعني هنحط معلقه، طبعا معلقتين صغيرين ملح، ماشي. هنحط بقى ايه معلقه قرفه. معلقه القرفه دي بتدي بقى ايه طعم حلو جدا للممبار، وبتلغي الزفاره بتاعه الممبار. وهنحط برضو معلقه جنزبيل صغيره، وهنحط معانا الفلفل الاسمر، فلفل اسود، وهنحط معانا بهارات، 7 بهارات، خلاص كده حلو خالص. توابلنا كده كلها اتحطت. نحط معانا شويه كزبره ناشفه برضو، شويه معلقه كزبره ناشفه، وادي كده ايه نقلب كله مع بعض. هنحط ايه بقى، هنحط الايه المكونات اللي احنا قطعناها مع بعضنا كلها بقى كده. نحط الايه البصل والطماطم الاول. خلي بالك الخطوات دي بتفرق في الطعم، عشان كده بتلاقي بتدوقي الطعم هنا مختلف وعند واحدة تانية مختلف وعند ده مختلف، مع ان ممكن تكون الطريقة واحدة والمكونات واحدة، ولكن الطعم بيختلف. نزلتي حاجة قبل حاجة، عملتي حاجة كده، فايه انا كده بقى مش هعرف استعمل معايا المعلقة، انا لازم ادعك الموضوع ده كله بايدي كده. معلش بقى كلنا ستات بيوت وبنستعمل ايدينا، لازم ضروري ايدك نظيفه وكويسه وبتستعمليها ضروري. انت ايدك اصلا انضف من جوانتي، ايدك وجلدك انضف من جوانتي. خلاص لازم تتحسسي، انا معرفش اتحسس الشيء الا بايدي بصراحه كده. هنزل بقى بايه بالخضره عندي، وهقلب كله مع بعضه كده. كده خلاص انا قلبت ايه الرز بالخلطه كله جاهز عندي كده. هركنه هنا عندي على جنب. قبل ما اشتغل في حشو الممبار انا هحط عندي الميه عندي تغلي على البوتاجاز، عبال ما نحشي الممبار تكون ميته ايه غلت. انا حطيت هنا في الميه جزر وبصل وورق لوري وحبهان، وهحط شويه جنزبيل وشويه قرفه والملح، تمام كده. بس كده هحطهم بقى عندي الميه تغلي، عبل ما انا احشي هتكون عندي الميه غلت نسقط على طول الايه الممبار بتاعنا، تمام كده اهي. تعالوا كده بقى ايه، هجيب عندي الصينيه اللي انا كنت مقلبه فيها، هجيبها وهنقص الخليط بتاعي هنا، عشان انا مش هحشي في قلب البوله. ليه؟ انا عايزه الرز بتاعي يبقى نضيف ما يتزفرش من الممبار، فانا باخد على قد الحشو هنا في الصينيه، علشان لو اتبقى معايا رز، وده اكيد يعني اي خلطه لازم بيتبقى معاكي شويه، ما احناش ايدينا ميزان هنظبط يعني الكميه بالظبط. فلو اتبقى عندك بحشي بيها اي حاجه، اي محشي عندك كرنب، بتنجان، اي نوع محشي هتحشيه بالخلطه دي هيبقى تحفه جدا. خلطه الممبار اللي هي الني في ني، تمام كده. انا عندي كده الخليط عندي جاهز. هعمل ايه؟ هجيب عندي الممبار، انا طبعا هسيبه سرب واحد زي ما انت شايفه كده. هاخد السرب كده اهو، وهقوم حاشيه ازاي. انا بقوم فاتحه الممبار زي ما انت شايفه كده. طبعا في خطوه في الممبار لازم اقولها قبل ما احشي. انا هنا قلب الممبار حط سايبه الدهن جوه،
وايه، ويخلي السطح الاملس بره زي ما انت شايفه. علشان ليه؟ لان في ناس كتير بيحشوه بيقلبوه بيسيبوا الدهن بره والاملس جوه. لا، لازم الدهن يكون جوه علشان يختلط بالرز وبيسيح في قلب الرز ويدي طعم حلو للممبار، وفي نفس الوقت يدي شكل جمالي للممبار، ما يبقاش شكله وحش والعرق نازل اللي هو بتاع الدهن كده شكله مش حلو. تمام كده. فانا دلوقتي همسك كده الممباره زي ما انت شايفه كده، صابع كده وصابع كده، والصابعين دول اهو، صابع كده وصابع كده، الصابعين اللي عندي دول اهو هقوم مدخله بيهم الرز اهو، اعمل كده واقوم مدخله الرز كده، بيدخلوا الممبار زي ما انت شايفه كده اهي، واقوم منزله بايدي كده عشان اوسع. وصلت لحد النص، هاخد الطرف التاني، اقوم واخده الطرف التاني كده تاني اهي، بمسك كده صابعين الاتنين دول اهو، بفتح بقلب كده اهو، وبصابعين الاتنين دول بقوم حشوه الايه، مدخله الحشوه جوه اهي. طبعا طريقه الممبار العاديه اسهل بكتير من اللولي ده، لان احنا بنقطعها تقطيعه كده وبنحشي على طول واحده ورا التانيه واحده ورا التانيه بنخلص، لكن ده طبعا عايز شغل كده بقى. خلاص وشايفين السرب معايا كله بقى بالشكل ده. هعمل ايه بقى؟ هجيب معايا الخيط اللي احنا قطعناه، وهمسك البوزه دي اللي هي مفتوحه، وهربطها كده ايه، هربطها كده ربطه واحده يعني. تمام، ربطناها كده. هاجي بقى اقوم جايبه كده واعمل فراغ كده اهي عشان اربط هنا، واقوم رابطه كده، يعني اعمل عقله بين كل شويه كده، واقوم عامله عقله اهي. اعمل العقله التانيه بس ابططها كده واعمل فراغ كده، واعمل العقله على قد الايه، الدايره اللي انا عايزاها كده. اجي برضو افرغ كده اهي، واعمل العقله التانيه. ده بقى عايز له صبر، يا صبر ايوب زي ما بيقولوا يعني. انا كان زماني حشيت 3 كيلو ممبار. اختراعات يا كوتش. يلا. ماله الممبار بتاعنا يعني، ماله الممبار بتاعنا يعني هيقول لا. كده تمام، خلصت بقى كده السرب بتاعنا زي ما انت شايفه كده. طبعا مش هقعد اعمل معاك الكميه دي كلها، ده احنا هنقعد بقى لايه. وهاجي بقى على الاخر هنا واربطها من هنا كده، حلو قوي. شايفين طبعا بننضفه بقى من الرز ده. هجيب صينيه، الرز ده كله انت شايفه كده بقى عامل ازاي، عامل زي العقد، وهنحطه بحاله كده ايه في الميه لما تغلي ان شاء الله. هنشوف بقى مع بعضنا هنسقطه ازاي. دلوقتي بقى انا هكمل بقى الكميه طبعا لوحدي، لان انا هقعد ساعتين 3 في الموضوع ده بصراحه. فاصل ونواصل. وكده يا حبايبي خلاص بعد ما خلصت الحشو زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، عملت كمعنقود بصراحه، وكملت الباقي ايه زي ما احنا بنعمله كده، لان العمليه بصراحه صعبه جدا.
عايزه طولة بال. انا عملت لكم شويه حلوين برضو كده، وكملت بقى العنقود الاخراني عملته. عايزه احس باكل الممبار العادي، مفيش احلى منه بصراحه. خلاص انا دلوقتي خلصت. هاجي بقى على البوتاجاز، الميه غلت عندي، هسقط بقى الايه الممبار. عندي طبعا فاض شويه الرز زي ما انا قلت لك كده، شويه الرز نضاف وحلوين، هحشي بيهم حله صغيره إيه كرنب. تمام، يلا بينا بقى على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. كده يا حبايبي بقى جينا على البوتاجاز، الميه غلت كده، بسم الله زي ما انت شايفه. هسقط بقى عندي الايه الممبار. بسم الله الرحمن الرحيم. السرب اهو زي ما انت شايفه، وهنزل بيه كده كده، وهنزل بيه كده. تمام كده خلاص بقى زي ما انت شايفه. ههدي عليه النار وهوطي عليه بقى واسيبه يستوي، وان شاء الله هنشوف ان شاء الله لما يستوي شكله بقى ايه. فاصل ونواصل. تعالوا نشوف بقى الاخبار ايه، الممبار اخباره ايه معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله. كده خلاص هو استوى اهو. نعرف ان هو استوى ازاي؟ بنتك عليه كده، شايفه لقيتيه طري معاكي ما شاء الله اهو، طري وجميل، يبقى كده ايه استوى معانا. كده خلاص بقى هننشله ونشوفه بقى لما يتحمر شكله هيبقى ايه. يلا فاصل. وكده يا حبايبي رجعنا تاني بعد ما نشلنا الممبار بقى بالشكل ده. هنحمره. انا بحب احط في تحمير الممبار سمنه على زيت، هحط معلقتين سمنه واحط عليهم شويه زيت. تمام كده. عندي بقى هنا الممبار هفكه من التكتيفه اللي احنا عملناها له، التربيطه الحلوه دي اللي عملناها زي العقد كده. بصي اهو بيتفك ايه بسهوله يعني. بس احنا بقى ايه نفك كده كده وهتلاقيه اتسات من بعضها. تمام كده شايفين اهي. اللولي ناس بتسميه البوبس، وناس بتسميه اللولي، وناس تسميه اللوليك، يعني سميه زي ما انت عايزه يعني. تمام. عندي سخن الزيت، هنزل بقى بالممبار بتاعي. خلي بالك اربطيه كويس، عشان اللي ما اتربطتش كويس ما عملتش الدايره، فبربطيه كويس يعني. خلاص الممبار اتحمر معايا زي ما انتم شايفين بقى. هطلعه وهنزل بالدور التاني بقى ونقدمه ونشوف شكله بقى ايه. فاصل ونوصل يا حبايبي. كده بقى الممبار بعد ما خلص بالشكل اللي انت شايفاه ده، بقى بالمنظر الجميل الحلو ده اهو زي ما انت شايفه. هنفتحها نشوف مستويه وجميله اهو، مستوي وزي الفل وطعمه جميل. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسناش في اللايك وما تنسناش في الشير، ولو اول مره تشوفيني ما تنسيش في تفعيل الجرس ليصل كل جديد. وكان معاكي مطبخ ما اقولكش، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.